كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا. هنعمل مع بعض كنافة رمضان. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة. الكنافة اللي أغلبنا بنحبها المحشية مهلبية. هنمشي مع بعض بالمقادير واحدة واحدة ونشوف ازاي هنعملها وتكون بالجمال ده كأنها جاهزة بالظبط بس في البيت. يلا بينا نبدأ بالشربات ونشوف هنعمله ازاي. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. طبعا الشربات بيتعمل بدري او من قبلها بيوم عشان عايزينه يكون بارد. حطيت كوبايتين السكر، كوباية ونص من المية وحطيته على النار. اول ما بدأ يغلي حطيت عليه عصرة نص ليمونة. سبته على النار كده هادي 10 دقايق يغلي وطفيت عليه. بعد كده بدأت بالكنافة. طبعا الكنافة تكون مجمدة، يعني سايباها من قبلها بليلة في الفريزر كده، يا اما بقطعها بسكينة يا اما بقطعها بايديا زي ما انتوا شايفينه في الكبة. بضربها في الكبة لحد ما تبقى مفرومة ناعم بالشكل ده كده. ببدأ اجهز معايا الصينية اللي هنعمل فيها الكنافة. الصينية دي مقاس 24 او 25. بحط كده معلقة سمنة وعليها نقطة لون احمر، لو ما عندكيش مش مشكلة. بعد كده معايا نص كيلو الكنافة، حطيت عليه كوباية سمنة، كوباية اللي هي كوبايات المية. وببدأ أفرك الكنافة بالشكل ده كده بإيديا كويس قوي. أنا عايزة الكنافة كلها تتشرب من السمنة بالشكل ده كده. بعد كده بضيف عليها معلقتين من السكر البودرة. بحط معلقتين السكر وبقلبها برضو كويس قوي عشان السكر يختلط بالكنافة كلها. بعد كده الكنافة بقسمها تلتين وتلت. باخد التلتين أعمل بيها القاعدة والجناب. بحط كده وبإيديا بالراحة بفردها كلها بالشكل ده كده. بعد كده ببدأ اخد من الكنافة وهنعمل الجناب. اخد شوية بشوية وابدأ عند حواف الصينية. ابدأ احط كده واضغط عليها بإيديا بالشكل ده كده. بجيب صينية مقاس اصغر من اللي عملت بيه وببدأ اضغط بيه عشان اساوي الصينية وتبقى كلها سمك واحد. واضغط من عند الحروف بالشكل ده كده لحد ما الصينية بتبقى معايا بالشكل ده كده. في الوقت ده بسيبها على جنب وببدأ اجهز المهلبية. كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار بشكل هرمي. وحطيت معلقة واحدة بس بودرة كريم شانتيه ومعلقتين من القشطة. طبعا لو عايزة تستكفي باللبن والنشا عادي جدا، بس القشطة بتساعد ان الكنافة تفضل المهلبية فيها او الكريمة جوسي كده ما تنشفش جامد. على نار بفضل اقلب فيها لحد ما توصل للسمك اللي شفناه ده. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي وبنزل بيها وهي سخنة، ما بستنهاش تبرد عشان ما تكتلش. نزلتها وسويتها كده بالمعلقة معايا وسبتها تقريبا على جنبي 10 دقايق بس تجف. هي في ال10 دقايق ما بردتش خالص ولا نشفت خالص، يدوب بس مسكت نفسها شوية. بصوا لما باجي اعمل بصبعي طرية لكن ما بتطلعش في ايديا. بعد كده اخدت باقي الكنافة وبدأت اوزعها على الوش كده بالشكل زي ما انتوا شايفين. حطيت الكمية كلها، سبت جنبي بس شوية صغيرين عملت بإيديا. الجزء اللي بلاقيه مثلا مشقق او الكريمة باينة منه شوية باخد من الكنافة واحط على الجزء ده لحد ما خلصت الصينية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بإيديا. طبعا بضغط بالراحة عشان علشان المهلبية بتكون لسه طرية. لحد ما بخلصها كلها وبالفرشة كده برش شوية من السمنة على الوش بتاع الكنافة. طبعا انا اول ما بدأت اعمل الكنافة شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. دخلتها في الفرن على اخر رف تحت خالص. اخدت معايا تقريبا حوالي 40 دقيقة. وهنا لما طلعتها بعد ما لقيتها سابت الحروف، يعني الحروف سايبة حواف الصينية،
شغلت الشواية لحد ما اخدت اللون ده. تفضلي طبعا قاعدة جنبها لان الكنافة بتاخد لون بسرعة من فوق. لما بتسيب الصينية كده تعرفي ان هي استوت واخدت لون. الشربات بتاعي بارد طبعا. سقيت كده نص الكمية بس من فوق، شوية صغيرين كده، يعتبر مش النص كله برضو. ويدوب شربت الكنافة كده، ما بستناش كتير. وجيت قلباها على الوش التاني. قاعدتها هي اللي هتكون الوش بتاعنا. واخدة لون حلو قوي وجميل. بدأت أسقيها بباقي الشربات بتاعي بالشكل ده كده. الكنافة لما تحبيها طرية تغطيها شوية. طبعا الكنافة لما طلعتها من الفرن، معلومة مهمة، ما احطش الشربات على طول، بسيبها 5 دقايق بس، مش اكتر من 5 دقايق. تهدى شوية من الحرارة ابدأ اسقيها بالشربات. حلوة قوي وجميلة. بعد كده زينتها بشوية سوداني مجروش بالشكل ده كده. وعملت طبعا هلال رمضان. ما تقطعهاش على طول وهي سخنة، تسيبيها تبرد علشان الكريمة ما تبقاش سايلة قوي. حلوة جدا وجميلة. طبعا انا كنت بعملها وانا صايمة فما عرفتش اقطع منها ادوق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك.